في أسرار في التاريخ محدش عايزك تعرفها. فئة معينة كده كلنا عارفينها قررت إنها تزور التاريخ وتحرف الكتب السماوية على حسب أهوائها، بس لما بتدقق في حكاياتهم وحواراتهم المزيفة وتقارنها بالقرآن الكريم والتاريخ الموثق هتلاقي في حاجات كتير مش راكبة على بعضها. مملكة طالوت ونبي الله داوود وسليمان عليه السلام اللي نعرفه إن مكانها أرض فلسطين، بس من خلال الآيات القرآنية والتاريخ والآثار الكلام بيقول إن الحدوتة كلها بدأت من هنا، من أرض مصر. يعني مملكة داوود وسليمان مصرية؟ دي مش بس مصرية، ده فصل مهم في الحضارة المصرية، بس ده تشكيك في التاريخ المقدس. لا، احنا ملناش دعوة، احنا ناس بندور على الحقيقة. حضروا نفسكم لأن اللي جاي مش مجرد إعادة لكتاب التاريخ في كام غلطة مش مقصودة وعايزة تتصلح، لا ده كشف أوراق لأكبر عملية تزوير تاريخية ودينية على إيد اللي ما يتسموش. اتكلمنا في حلقة قبل كده عن الهكسوس، مين هم ودخلوا مصر وخرجوا منها ازاي، وكمان اتكلمنا عن علاقتهم بفرعون موسى او فرعون الخروج، واثبتنا انه ما كانش مصري وانه كان محتل هكسوسي على ارض مصر، وقلنا انهم دخلوا مصر بشكل سلمي ومن غير مشاكل، وعاشوا وتكاثروا وانشأوا مجتمعات خاصة بيهم، ومع الوقت قدروا انهم يسيطروا اقتصاديا على شرق البلاد، وبدأ البعض منهم يتعين في وظائف مهمة في الدولة، وبعدها قدروا انهم ينقلبوا على الرؤساء ويسيطروا على الحكم بالكامل. وانفصل شمال مصر عن الجنوب، وانقسمت مصر لمملكتين، مصر السفلى في الشمال واللي كان بيحكمها الهكسوس تحت شعار ست، ومصر العليا في الجنوب واللي كان بيحكمها ملوك مصريين تحت شعار حورس. واستمر الوضع على كده لحد زمن طرد الهكسوس من مصر على ايد الملك أحمس. يعني الهكسوس كانوا بني ست قاتل أوزوريس، وبما ان الهكسوس كانوا هم بني ست يعني بني إسرائيل، يبقى الخروج الهكسوسي كان هو خروج بني إسرائيل من مصر. وكلنا عارفين إن اللي خرج ببني إسرائيل من مصر هو سيدنا موسى. بعد سيدنا موسى اللي جه من الأنبياء وحكم وكان ليه مملكة هو سيدنا داوود، ولكن قبل سيدنا داوود حكم ملك وحكمه كان بآية ملك من الله اللي هو التابوت. بني إسرائيل طلبت من نبي ليهم إنه يولي عليهم ملك يقاتلوا معاه في سبيل الله. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني عايزين ملك يقاتلوا في سبيل الله تحت قيادته. فرد عليهم نبيهم وقال: قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وبعد ما قال لهم إن طالوت هو الملك عليهم بأمر من الله رفضوا إنه يكون ملك عليهم أو إنهم يحاربوا في صفوفه، وكان ردهم زي ما جه في الآية: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. الآية بتوضح إن اللي بيتكلم جماعة، لأن الكلام بصيغة الجمع، يعني واضح إنهم بيتكلموا كقوم مع بعضهم، ومعنى كده إن طالوت ما كانش منهم، كان من قوم آخرين غيرهم، وكانوا شايفين إن هم الأحق بالملك، وبرروا ده بأن طالوت أقل منهم في المال. ورد عليهم نبيهم وقال: قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. طيب لو طالوت كان منهم والتابوت نازل تحمله الملائكة بشكل مباشر ليهم، ليه النبي المذكور في الآية هيقول لهم عن أمارات موجودة في قلب التابوت؟ النبي اللي بيكلمهم بيقول لهم إن آية ملك طالوت هو التابوت، والتابوت أماراته إنه فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. والأمارات دي كان علشان لما يروحوا يشوفوا التابوت مع طالوت يتأكدوا إن الكلام صحيح وإن التابوت موجود بأماراته، وإن كده طالوت حكم بأمر من الله. وده دليل قاطع إن طالوت ما كانش من بني إسرائيل، وعلشان كده هم رفضوا إنه يحكمهم وعصوا أمر الله. وعلشان كده نبيهم كان بيقول لهم إن الله يؤتي ملكه من يشاء، لأنهم هيموتوا على الملك من زمن أبوهم الأول، لكن الملك ملك الله يؤتيه لمن يشاء. فطالوت ما كانش منهم، وفي وقت حكم طالوت كان سيدنا داوود بيحكم معاه، وهنشرح دلوقتي معاكم بالتفصيل. تعالوا بقى نشوف المملكة المصرية بعد خروج بني ست أو بني إسرائيل اللي هم الهكسوس من مصر حصل فيها إيه. حكام المملكة المصرية بعد خروج الهكسوس من بداية الأسرة ال18 كان الملك أحمس، ومدة حكمه ما كانتش طويلة، وبعده كان أمنحتب الأول، وبعد أمنحتب كان تحتمس الأول وتحتمس الثالث. أمنحتب الأول تشارك الحكم مع تحتمس الأول لمدة 20 سنة، وكان سبب حكمهم مع بعض إن كان في تمرد في النوبة على الدولة المصرية، فأمنحتب الأول قال إن اللي هيقضي على قائد التمرد ده هياخد الحكم من بعده. وخلينا فاكرين الوعد ده كويس، وتحتمس الأول هو اللي قام بالمهمة دي، كان قائد لجيش من الجيوش اللي سافرت لأعلى نهر النيل اللي هو الجنوب
علشان يقضي على التمرد اللي حصل هناك. وفي الحملة اللي بعدها واللي كانت برضو على النوبة، أمر تحتمس الأول بتجريف قناة مياه كانت وقفت المية فيها أو شبه جفت، اللي هي قناة سيزوستريس. وده السبب اللي خلى أمنحتب الأول اللي هو طالوت يقول للجنود إنهم هيمروا بنهر ويأمرهم إنهم ما يشربوش منه. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. المفسرين قالوا إن سبب أمر طالوت للجنود إنهم ما يشربوش من المية هو إنه يقوي عزيمتهم، أو إن كان في خطة كان عايز ينفذها، لكن ما كانش في تفسير واضح لمنع الجنود من شرب المية. وطبعا الأسباب اللي اتقالت مش منطقية، لكن السبب المنطقي إنه علشان منسوب المية ما يقلش ويتسبب في إعاقة سير السفن والجيش. ولما جزء كبير من الجيش شرب فعلا، سفن كتير اتعطلت، وبعطلت السفن في جنود ما قدرتش تواصل السير. علشان كده كان بيقول لهم: من شرب منه فليس مني، يعني مش هيواصل السير مع الجيش، مش هيبقى معايا. ولما وصل ودارت المعركة، تحتمس الأول كان بيحارب بنفسه في المعركة، وقتل بنفسه قائد التمرد وعلق جسده على مقدمة السفينة بتاعته كدليل على إن التمرد انتهى تماما. وسيدنا داود بنص القرآن كان برضه بنفسه في المعركة وقتل قائد الجيش المعادي ليهم. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وهنا الآية بتوضح إن بعد قتل سيدنا داود لجالوت آتاه الله الملك، وده كان وعد أمنحتب الأول إن اللي هيقضي على قائد التمرد هيحكم معاه وهيرث الحكم من بعده. وبما إنه بالفعل قضى على قائد التمرد، تشارك تحتمس الأول مع أمنحتب الأول الحكم لمدة 20 سنة. والقرآن بيشير لكده في الآية، لأن لما ربنا آتى الملك لسيدنا داود كان بعد قتله لجالوت مباشرة، وكان طالوت لسه موجود. وفي القصة التوراتية يقال إن شاول وديفيد اللي هم طالوت وداود تشاركوا الحكم لمدة 20 سنة. نفس القصة بكل تفاصيلها في القرآن والتوراة والتاريخ المصري، يعني الأحداث كانت في مصر وطالوت وداود مصريين. تحتمس الأول لما بقى يحكم بشكل كامل بعد وفاة أمنحتب الأول، بعت مرسوم لحاكم كوش بيقول له: أرسل لك هذا المرسوم لتكون على علم بأن جلالتي له الحياة والسعادة والصحة قد أشرق ملكا على الوجهين القبلي والبحري جالسا على عرش حور. يعني كل ملوك مصر اللي أصلهم مصري كانوا بيحكموا تحت شعار حور، وبيعتبروا نفسهم على عرش حور اللي هو حورس ابن أوزوريس. ومعنى كده إن عرش مصر هو عرش حور اللي هيفضل النزاع عليه من أتباع ست إلى أن تقوم الساعة. وفي التوراة في سفر صموئيل الأول في نصوص بتوضح إن سيدنا داود كان قوي البنية وشجاع وماهر في القتال. تحتمس الأول من أوصافه إنه كان عريض المنكبين، متين البنية، وقادر على تحمل الحروب من غير تعب، وإنه كان شجاع، وكان من أهم ألقابه الثور القوي. بالإضافة أن سيدنا داود ربنا عز وجل ألان له الحديد. قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الحديد ثبت علميا إنه كان بداية تشكيله في عهد تحتمس الأول، مش في عهد ديفيد التوراتي اللي هو سيدنا داود عليه السلام. المذكور في التوراة إن سيدنا داود كان زمنه بعد زمن تحتمس الأول بحوالي 500 سنة. معنى كده إن معجزة تشكيل الحديد اللي ربنا اختص بيها سيدنا داود وجعلها معجزة خاصة بيه كانت أصلا موجودة. يبقى كده إيه الإعجاز اللي ربنا اختص بيه سيدنا داود؟ ما هو لو سيدنا داود مش هو تحتمس الأول، وتحتمس الأول كان قبل سيدنا داود ب 500 سنة وشكل الحديد قبله، يبقى مفيش معجزة لسيدنا داود. يبقى المنطقي إن سيدنا داود هو تحتمس الأول اللي تم تشكيل الحديد في عهده. واللي بيثبت النظرية دي أكتر بردية تورين. مثبوت في بردية تورين إن تحتمس الأول هو أول واحد يوصل لكل الأماكن اللي بيستخرج منها المعادن، ده غير أسلحة الحرب اللي اتطورت في عهده، السيوف البرونزية الحادة، وكمان صنع الدروع من المعدن بعد ما كانت بتتصنع من الجلد والخشب. طور فيها وعملها بشكل أكبر وأتقن، يعني طور الأسلحة باستخدام المعادن. وعن سيدنا داود قال تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. المفسرين قالوا إن الصابغات هي الدروع الكاملة الواسعة، وقدر في السرد يعني اظبط التصميم وما تخليش المسامير خفيفة تتفكك أو تقيلة فتشق الدرع، ولكن اجعلها على قدر بحيث تحكم العمل أو الدرع كوحدة كاملة. وقال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. والمقصود بيها برضو الدروع اللي بتتلبس. وربنا عز وجل أنزل على سيدنا داود كتاب اللي هو الزبور. قال تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وتحتمس الأول اتدفن في وادي الملوك ومنقوش على مقبرته نص عنوانه رسائل الحجرة السرية. ويقال إنه انتشر في عهده كتاب
اسمه ما هو موجود في العالم السفلي. من اسم الكتاب واضح انه بيتكلم عن عالم الجن اللي هم سكان العالم السفلي، واللي ورث سيدنا داود وورث علمه هو سيدنا سليمان، وسيدنا سليمان كان متسخر ليه الجن. احنا هنا هنبقى وصلنا لنهاية الحلقة، انتظرونا في الحلقة الجاية مع مملكة سليمان بالإثبات الديني والتاريخي والجغرافي على وجودها في مصر. اوعوا تخرجوا من غير ما تعملوا السبسكرايب واللايك.